بالظبط فكره اللبان دي وعدم تقبلنا ليه، وان هو قله ادب اللي مش مفهومه ومش مبنيه على اي اساس، يعني لا علمي ولا هو اساس تربوي ولا هو اي حاجه. انت مش فاهم الفكره دي جت منين. دي عامله زي فكره لما كنت صغير المدرس يجي يوجه لك كلام مثلا، او يتهمك اتهام او ايا كان، وتيجي ترد عليه يقول لك انت بترد عليا، انت ازاي بترد عليا، فاهم؟ يعني اللي هو فكره اللي هو ازاي ترد على الاكبر منك مثلا، ان ده مرفوض. دي فكره غلط برضو، ملهاش اساس من الصح. طول ما انا برد عليك بادب وتقدير واحترام وباسلوب كويس، ليه ما تسمعنيش؟ ليه تعتبر ده قله ادب؟ والفكره دي جت منين اصلا؟ مين اللي قال ان انا ارد عليك علشان السن؟ ده بيحدد حاجه، ده بيحدد ان انا قليل ادب او محترم. وطبقها على حاجات تانية كتير في المجتمع. يعني مثلا افرض انا واحد بكون مرتاح وانا حاطط رجل على رجل، وقدامي واحد كبير، في ناس شايفه ان لا. يعني فاكرين موضوع المترو لما البنت كانت حاطه رجل على رجل قدام راجل كبير في السن؟ في ناس شايفه ان ده عيب وقله ادب وكده. انا في مسافه بيني وبينك، كان الموقف ده في مسافه بينه بين الست وبين الراجل دوت عموما كبيره. ممكن انا برتاح في القعده دي، ممكن انا ما دام انا مش مسبب لك ضرر، ومش اكيد مش حاطط رجلي في وشك. اصلا الناس بتبقى قاعده رجلها عامله كده، ما حدش بيبقى رجله معموله كده، يعني ما حدش بيحط رجله في وشك كده، ما فيش حد بيعمل كده يا جماعه. بس بتبقى رجلها تحت وحاطه رجل على رجل. فمنين جبت فكره ان قعده معينه مثلا قليله الادب وقعده تانية مش قليله الادب؟ يعني مين اللي نزل الكلام؟ مين اللي حط العادات دي والتقاليد دي وايه القوانين دي؟ مين اللي الفها؟